مساء الخير، مساء الفل على احلى متابعين، واهلا بيكم في قناتي، قناه ماما سوسو. واحنا مروحين من القريه قلنا عايزين نتغدى فين؟ في سيدي عبد الرحمن. في اماكن حلوه جدا، شايفين الاماكن والجمال. دخلنا طبعا عشان نتغدى في مكان هنا بيعمل كفته حلوه جدا، مشهور الكفتة عنده. هو بيعمل كفتة وحواوشي بس حاجته جميلة جدا. قلنا نخش بقى نجرب بقى وناكل عنده، نتغدى واحنا راجعين من القرية. بص الأماكن هنا سيدي عبد الرحمن ده حاجة تانية، جميل جدا. في متحف لأيام الحرب العالمية التانية، في حاجات جميلة جدا. غير جوه في القلب في كم قرية معروفة هنا. في هنا مراسي، يعني احنا عدينا عليها دلوقتي، مراسي حلوة جدا. ففيها شايفين الجمال. انا بفرجكم عشان تتمتعوا معايا في المناظر الجميلة دي، في الاماكن الحلوة. هنا مكان طب اكيد لللبس ومايوهات وتيشيرتات، حاجة فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. الطريقة السريعة طبعا، الطريق الساحل اهو من بره، بس احنا عشان واحنا نركب نعدي نطلع على كوبري عشان ننزل في الخدمات وكده. رنا ومازن سابوني، هوصل لهم وارجع تاني. لا رجعوا، يبقى في حاجة هما بيدوروا عليها. جينا بقى فرد لنا الشمسية عشان نقعد ننتظر الغدا. تمام. بص بقى، عبال ما بيعملوا السندوتشات دخلت مكنة الصرف اسحب فلوس ولقيت فيه مكن كتير جدا، سحبت عبال ما يحضروا الاكل. قلت استغل الوقت، عبال ما يعملوا سندوتشات كفتة او بيعملوا كفتة، هي رنا اللي طلبت، فقلت افرجكم على المكان. مكان حلو جدا هادي، بس بالليل بيبقى زحمة جدا لان احنا جنبنا مراسي. تمام. فحلوة، مكان حلو وهادي. بالنهار هادي عشان الشمس، لكن بالليل صعب قوي ان حد يقف هنا او يقعد هنا، بيبقى زحمة جدا. هنا جالنا الاكل بالطريقة دي، كفتات، شيبسيات، سلطات، حاجات يعني جميلة برضو. اتفضلوا معانا. بصوا بقى، الحقيقة بعد الاكل كان حلو جدا. هو كفتة بس المحل ده ليه فرع في القاهرة، ملوش فرع في اسكندرية، وليه في السعودية، واكيد في البلاد العربية. فالكفتة بتاعته حلوة جدا جدا جدا، وهو متخصص كفتة وحواوشي، فحاجته نظيفة، وبتستلميها كده في كيس، في علب، وكل حاجة في علب، وحاجة نظيفة جدا جدا. رأيكم في الفيديو الجميل ده؟ فيديو حلو، واتمنى يعجبكم. ولو عجبكم ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد. اقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.